فيلمنا بيبدأ من الصبح بدري بالزوجين جراهام وبيج وهم قايمين من النوم. جراهام بيخرج بره البيت عشان يقطف فواكه من اللي بيزرعها في حديقة بيته. بيبص على الناحية التانية من البيت فبيلاقي أعداد كبيرة من الزومبي واقفين له متربصين بره الأسوار عايزين يدخلوا بأي تمن. جراهام بشخصيته الباردة مش بيكون واضح عليه أي مشاعر خوف لما بيشوفهم، لدرجة إنه بيقرب عليهم وبيسلم عليهم واحد واحد وهم مدخلين أيديهم جوه سور البيت كأنه نازل يلعب ماتش. لكنه بيلمح وسط الزومبي ماريا صاحبة مراته فبيتضايق بإنها بقت زيهم. بعدها بيبص على السماء فبيلمح هليكوبتر الإنقاذ وهي طايرة تدور على الناجين ولكنه بينفض لها مع إن المفروض يديهم أي إشارة عشان يشوفوه، بس هو مش عاوز يعمل كده. هنا بنفهم من غير ما جراهام يقول لنا بأنه بجانب إنه شخص كسول ومتواكل فهو متكيف قوي جوه بيته، لأنه كمان بيعشق العزلة ومتخيل بأن الأمان هو وجودهم جوه بيتهم هو وبيج مراته، ورافض فكرة إنهم يتواصلوا مع فرق الإنقاذ عشان تخرجهم. ده حتى آخر تنبيه جالهم من فرق الإنقاذ مكتوب فيه بأن الزومبي انتشروا في المدينة، هو مرضيش يوريه لمراته وخباه. أما بيج فهي على عكس جوزها تماما، لأنها تملي حاسة بالإحباط والفشل عشان نفسها تخرج من هنا وجوزها منعها، فبتحس بأن حياتها اتدفنت مع جراهام بعد ما كانت رسامة شاطرة. جراهام بيقول لبيج بأنه شاف ماريا صاحبتها بره مع الزومبي وبقت زيهم، فبتجري بسرعة تشوف صاحبتها وفعلا بتتصدم لما بتشوفها كده وبتزعل عليها. بس اللي بيزعل بيج أكتر هو إن ماريا لابسة في إيديها الإنسيال بتاعها وهي مش هتعرف تاخده من إيديها وهي زومبي كده، فبتقفش وبتتخنق وبتدخل البيت زعلانة. في يوم الشاب بيلمح إزازة نبيذ في الشارع قريبة من سور البيت فبيجيب عصاية وبيمدها بره السور وبيحاول يسحب الإزازة لكنه بيفشل لأن العصاية قصيرة فبييأس ويتضايق. لكن فكر في خطة تانية خالص، بيقرر يطلع فوق سور البيت وينط عشان يجيب الإزازة بسرعة قبل ما الزومبي يقفشوه، ولكنه بيتردد فبينزل تاني من على السور لأنه حس بإنهم هيعملوه فاهيتا لحمة لو وقع بين إيديهم. بنرجع تاني لبيج واللي بقت ترسم لوحات زي الزفت لأن ما بقاش عندها رغبة، على عكس زمان لما كانت متمكنة في الرسم جدا وبتاخد بالها بإن في درج في كومودينو مقفول بمفتاح، فطبعا مفيش غير جوزها هو اللي هيعمل كده، فبتبدأ تدور وتفتش وراه. وبما إننا جبنا سيرة جوزها فبنشوفه وهو مصدوم لما شاف ماركو جاره وصاحبه من ورا شباك بيت مارك واللي بقى زومبي هو كمان، فبيجري على طول يقفل عليه باب البيت والشبابيك كويس من بره وبيحبسه في بيته لأنه مش هيقدر يحط نفسه في موقف قدام مارك يخليه يموته عشان هو صاحبه. فلما بيرجع لبيج بيحكي لها على حوار مارك، بتزعق فيه وبتقوله بإن بقالهم 3 أسابيع في الحبسة دي والأكل والشرب اللي معاهم قرب يخلص. لسه بيتكلموا فبيسمعوا صوت طيارة هليكوبتر، بتخرج بيج جري على بره وبتفضل تشاور للهليكوبتر بعلم أحمر بس لا حياة لمن تنادي ولا حد شافها، فبتقفش تاني وبتدخل البيت وهي حاسة بالإحباط والفشل. بعد كده بتفكر بيج في فكرة ذكية تجبر بيها جوزها على إنه يسمع كلامها ويعرف بإن القعاد هنا خطر، فبتديله سيف وبتقوله مش أنت بتقول إنها لعبة للبقاء على قيد الحياة؟ طب أوكي أنا موافق ألعب معاك، بس قول لي قبلها هو مش مارك صاحبك بقى زومبي؟ ليه ما تاخدش السيف ده وتروح تقتله قبل ما يقتلك هو، بما إنها لعبة حياة أو موت؟ بس هو برضه مش سهل الراجل ده لأنه محبش يرفض اقتراحها عشان ما يخليهاش تتلكك له، فبيروح شايط الكورة في ملعبها وبيقول لها أنا موافق بس بشرط تروحي أنت الأول تموتي ماريا صاحبتك بالسيف ده، أهو على الأقل هيبقى عندك مبرر لقتلها عشان تاخدي الانسيال بتاعك. لكن بالنسبة لي أنا مارك مش سالف مني حاجة عشان أموته، ده بالعكس هو اللي ليه عندي فلوس. فبتقول له بعند تمام. بيخرجوا بره البيت وبيقفوا قدام ماريا. بيج بتاخد السيف من جوزها وبتستعد تطير دماغ ماريا بيه، بس بترجع في كلامها لأن قلبها ما طوعهاش، فبتقفش برضه وبتدخل البيت كالعادة وهي حاسة بإنها لسه فاشلة. بيج بتقعد تبكي بعدها وبتقول لجوزها بإنها حاسة إنها ميتة فعلا، فبيقول لها بالعكس ده أنا اللي زمان كنت حاسس إني ميت، لكن دلوقتي حياتنا تمام وآخر قلصتها، منعزلين عن الناس، لا جيران لا قرايب ومفيش دوشة عيال، ده غير إننا مش بندفع لا فواتير خدمات ولا حتى إيجار البيت ولا في شغل ومدير يضايقك ولا مواصلات ولا أي حاجة. هو في أحلى من كده بذمتك؟ بيج بتبصله ومش بترضى تعلق على كلامه لأنها عارفة إنه بيهرتل وبيهرف أي هبل، ومن جواها بتقول لنفسها مفيش إنسان طبيعي هيبقى مبسوط بالوضع اللي إحنا فيه ده والزومبي في كل مكان. حياة جميلة إيه اللي بيقول عليها؟ الراجل ده أكيد اتجنن، ما فيهاش كلام. بيقطع كلامهم أصوات الزومبي اللي بره البيت وهم بيزوموا. جراهام بيسحب سيفه وبيخرج بره البيت وبيقتل زومبي منهم، ولما بيرجع البيت بيكون متضايق لأنه برغم إنه عاوز يفضل هنا بس هو مش سفاح يعني عشان يبقى سهل عليه يقتل حد، بس برضه ولا بيحوق فيه، ده بالعكس بينسى اللي حصل لما بيلعبوا كوتشينة هو وبيج في أوضة النوم. تاني يوم جراهام بيصمم يجيب إزازة النبيذ اللي مرمية بره البيت،
فبيلبس خوذة ولبس تقيل عشان لو زومبي عضه، وبياخد معاه شنطة وبيخرج وبينط من فوق سور البيت. بيلاقي جنب الإزازة شاب زومبي جنب عجلته، بيكون عاوز يقتله بس مش بيعرف، فبيلاقي كذا إزازة نبيذ مرميين فبيجمعهم كلهم في الشنطة اللي معاه. الشاب الزومبي بيزحف وعاوز يوصل لجراهام ويخطف منه السيف. هنا بيظهر زومبي تاني وبيهاجم جراهام فبيموته بالسيف. والمفاجأة هنا إنه بيلاقي راجل أسمر غريب واقف بيبص عليه، والأغرب إن شكله مش زومبي. خليكوا فاكرين الراجل ده كويس. بعدها جراهام بياخد الشنطة بالأزايز وبينط جوه بيته تاني، بس بيحصل اللي مش متوقعه، وهو بينط بيقع على الأرض فوق الشنطة فبتتكسر أزايز النبيذ ما عدا إزازة واحدة. جراهام بياخدها ويكمرها ويخبيها عن مراته، ولما بيك بتسأله هو حصل إيه بيقول لها بإنه آسف على الفوضى دي. بيقرروا يتغدوا سوا غدوة حلوة من بتوع زمان، فبتدخل بيج المطبخ تحضر الأكل، والشاب بيروح يجرب حظه في الرسم. بتحضر الغدا واللي بياخد وقت في تحضيره فبيبقى عشاء، بس مش أي عشاء، ده عشاء رومانسي تحت الشموع، وبيكونوا لابسين ومتشيكين على سنجة عشر كأنهم قاعدين بياكلوا في مطعم. تاني يوم جراهام بيقعد يرسم برضه، وبيك بتكون عملت اختراع كده في المطبخ فبتنادي على جوزها عشان توريهوله. فلما بيشوف اختراعها مش بيعجبه، وعشان هي شخصية مرتبكة بتبوظ الاختراع بتاعها وبترميه في الزبالة. بس وهي بترميه في الزبالة اللي بره البيت بتلاحظ بإن صندوق الزبالة بتاعهم اللي بيتملي بقاله 3 أسابيع باين بإن فيه حاجات مهمة مرمية فيه. بتجيب صندوق الزبالة من بره بحذر شديد عشان الزومبي، وبتاخده جوه البيت وبتبص فيه وبتقلب فيه، وبتلاقي مليان بالمنشورات الإرشادية اللي كانت فرق الإنقاذ بتحدفها من الهليكوبتر، وكان جراهام بيجمعهم وبيخبيهم منها في الزبالة. فبتتضايق قوي. بعدها بتتفاجئ بزومبي عارف يعدي سور البيت ودخلها وبيبدأ يهاجمها، فبتصرخ تنادي على جوزها ولكنه مش بيسمعها لأنه بيكون حاطط الهيدفون في ودانه وهو بيرسم. فبتضطر بيجي إنها تقاوم الزومبي بنفسها وبتقدر تقضي عليه. بعدها بتدخل البيت وبتغسل ايديها من الدم وبتخرج بورقة إرشادية من اللي لقيتهم وبتواجه بيها جوزها وهي غضبانة. فبيقول لها بإنه حاسس بإن في خطورة لو فكروا يخرجوا عشان يوصلوا لفرق الإنقاذ اللي جنبهم، وبيتحجج بإنها بعيدة عنهم 5 مباني بحالهم فالطريق هيكون متروس بالزومبي، وبيحاول يقنعها بإنه وعدهم هنا هو الأمان. فبتسكت هي ومش بتعلق. بالليل بيك بتقرر تسهر في حديقة بيتهم على كرسي ومعاها كشاف عشان تدي إشارة لأي هليكوبتر طايرة من بتوع الإنقاذ، وبتفضل صاحية يا قلبي للصبح بدون أي فايدة. وكالعادة بتعمل إيه؟ بتقفش وبتدخل البيت وهي بتقول لنفسها هو أنا للدرجة دي فاشلة؟ في يوم بيقطع عندهم الكهرباء والغاز والمية دفعة واحدة، ورغم إن بيك بتحس بإن خلاص كده نهايتهم قربت، لكن جراهام بيكون متفائل وسعيد وبيقول لها بسيطة ولا يهمك، عندنا مية احتياطي وفواكه وأكل، وإن كان على الكهرباء برضه بسيطة. جراهام بيخرج مولد كهرباء من المخزن وبيشغله، بس يا دوبك هيشتغل 10 ساعات بس ويخلص، فبيضطروا يتعشوا على الشموع، بس المرة دي مجبرين مش عشان يعملوا الجو الشاعري. تاني يوم جراهام بيقعد يرسم لوحة لأن شكل الحكاية عجبته، ما هو فاضي بقى. في نفس الوقت بتكون بيج واقفة جنب الراديو، فبتسمع إشارة من مأمور الشرطة لما تردد الراديو بيلقطها، بيشرح فيها لأي مواطن بيسمعه عايز ينجو بحياته من الزومبي الطريقة اللي يرسل بيها إشارة النجدة للطيارات الهليكوبتر عشان يعرفوا يميزوهم من وسط الزومبي فينزلوا وينقذوهم. بيج في منت بتحضر الأدوات اللي المأمور قال عليها، قماشتين، واحدة صفرة والتانية حمرا، وكمان بتاخد معاها الراديو وبتخرج بره البيت من ورا جوزها. البنت بتقف في الحتة الفاضية دي وبتبدأ تنفذ التعليمات اللي المأمور بيذاع على الراديو بالظبط. بتفرش القماشة الحمراء على الأرض وبتمسك الصفرة تشاور بيها، ولكن للأسف محدش بيشوفها من فوق خالص، وكمان حظها الوحش بيخلي بطاريات الراديو تخلص، فبتقفش وبتحس بإنها لسه فاشلة ومفيش فايدة. تاني يوم الصبح بيصحى جراهام فبيلاقي بيج بتنظف البيت من بره من دم الزومبي اللي قتلوهم. هنا بيسمعوا صوت هليكوبتر في السماء. بيج بتجري ناحية الإشارات اللي كانت حطاهم اللي هم القماشتين، ولكنها مش بتلاقيهم، وبتعرف بإن أكيد جوزهم شافهم وخباهم منها كالعادة. فلما بتدخل البيت بتلاقيه مخبيهم في الدولاب، فبتتخانق معاه وبتقوله بإنها هتروح حالا تخرج تدور على فرقة الإنقاذ، ولكنه بيقول لها مفيش الكلام ده. فبتتخنق أكتر وبتروح حتفاه بالبرتقال في وشه وبتقوله إنها فعلا بعتت عنوانهم لفرق الإنقاذ وزمانهم في الطريق. جراهام بيخرج ويسيبها بعد ما بيهديها شوية. بيلاقي بإن صاحبه الزومبي مارك كان بيحاول يخرج من بيته، فبيروح يقفل عليه من بره تاني. بيج بتستغل فرصة إن جوزها بره البيت، فبتاخد حاجتها وبتخرج بره البيت وبتلهي الزومبي بالبتاع اللي ماسكاه ده. بعدها بتروح تفتح بوابة البيت وبتخرج. فلما جراهام بيخلص اللي عمله في بيت مارك بعدها بيدخل البيت فمش بيلاقي مراته، بس في لحظة بتدخل جري من بره وفي ايدها شاكوش وبتقوله بإن الزومبي دخلوا البيت وبقوا في كل مكان. بيسحب الشاب هو كمان حاجة عشان يضرب بيها الزومبي. بعدها بيفتحوا البيت بحذر فبيتفاجئوا بزومبي كتير واقفين بره الباب.
بيقدروا يدخلوا لهم وأولهم مارك، واللي بيهاجم صاحبه جراهام. جراهام بيكون مش عاوز يقتله، بس بيضطر يلبسه سكينة في نص دماغه عشان ينقذ نفسه. بعد اللي حصل ده بقى جراهام هو اللي بيقول لمراته يلا بينا نمشي بسرعة من هنا، بس للأسف بيكتشفوا بإن في زومبي عض بيج في كتفها، وده معناها إنها مسألة وقت وهتتحول لزومبي كامل. وأكيد أول حاجة هتعملها هي إنها تاكل دراع جوزها، بس جراهام بيحاول يضحك عليها عشان ما يخليهاش تتضايق، وبيقول لها بإن ده جرح مش عضة، وشوية وقت مع اللقاح وهتخف وتبقى تمام. بس هي بتبدأ تحس بألم وحرقان في جسمها، وبتعتذرله عن أي حاجة ضايقته بيها، وبتقوله بإنها بتحبه قوي، فبيطمنها بإن الإنقاذ هيوصل ويدوها اللقاح وتبقى أحسن من الأول. بس بيبدأ وشها يبقى شاحب، وحوالين عينها بيسود وبيغمى عليها. جراهام بيعيط لأنه عارف الحقيقة بإنها خلاص بتتحول لزومبي، فبيحاول يموت نفسه لكنه مش بيعرف. تاني يوم الصبح بتصحى بيج وهي زومبي، وبتهاجم جوزها، فبيحاول يبعدها وبيهددها بالسيف من بعيد لبعيد لأنه مش عاوز يأذيها، ولأنه كمان من جواه حاسس بإن أكيد في علاج ليها. فبيجرب يحاول يخرج هو من البيت ويهرب منها، بس بيتفاجئ بإن الزومبي بقوا محاصرينهم من كل اتجاه. بيج بتهاجمه تاني، بس المرة دي بيضطر يموتها بالسيف غصب عنه. بعدها على طول بيتفتح باب البيت من بره، وبتدخل واحدة ست ومعاها الراجل الأسمر اللي قلت لكم خليكوا فاكرينه. الشاب الغلبان بيكون فاكرهم فرق الإنقاذ، بيقول لهم وهو حزين قوي انتوا لسه فاكرين جايين بعد ايه؟ ما خلاص ماتت. بس مع الأسف بيطلعوا مجرمين مش بتوع إنقاذ خالص، لأن الست بتبص في عين جراهام وبتعرف إنه مش زومبي. بالرغم من كده بتضرب جراهام برصاصة في راسه وبتقضي عليه، وبيموت جنب زوجته. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. محبين الزومبي فين؟ أشوفكم مع فيلم جديد.